بص يا صاحبي، كلام من الاخر. انا مش هقولك اللي انت عايز تسمعه، انا هقولك اللي انت محتاج تسمعه. انت ما بتحبهاش، انت بس مدمن للاحساس اللي بيجيلك وانت بتكون معاه. في مرحله من حياتي كنت عايز اكلم بنات، وكلمت فعلا بنت ووصلت لها، وكانت بنت جميله جدا. ما كانتش جميله صراحه، ده كانت فلات حتى. فاهم ازاي؟ بس هي كانت حلوه ليا، كانت شبهي، وكانت بتحب الحاجات اللي بحبها والطفل، انا كنت طفل وقتها برغم ان انا كان عندي 16 سنه او 17 سنه. الحوار ده كان حلو. كان فكره ان انا اخواتي كلهم ولاد، ففكره ان انا في انثى في حياتي بتسالني اخبارك ايه ويومك عامل ازاي، الحوار ده جديد عليا. فادمنت الاحساس ده، فادمنت ان انا اقعد معاها، وادمنت ان انا اتكلم معاها، وادمنت ان انا اعرف اخبارها. وهي فعلا فعلا في الاول كانت بتحبني، لغايه ما عرفت ان انا، او ما اكتشفت بالوقت يعني، وده طبيعي هتكتشفه، ان انا ابن امي كنت وقتها فعلا لسه خول جدا وطري جدا، ما اعرفش حاجه عن الحياه. قالت لي مش عايز اشوف وشك تاني. فاهم ازاي؟ وبدات اتحول لستوكر بقى، اللي انا بقى طاردها واشوف انت ما بتكلمنيش ليه، وفاهم ان ده الصح. فدي حاجه بنت اسلوب حياه. انا لغايه دلوقتي مش هقول لك ما كنتش اتخيل ان انا اعمل كده، بس انا كنت فعلا جاهل لدرجه ان انا سمحت لنفسي ان انا اعمل حاجه زي كده. تمام، مش عايز اقول لك برضو ان انا جامد وبرمي البنات بكرف لها، لا، انا محتاج واحده في حياتي تكون كويس. بس فكره اللي انت تكون عندك حاجه بتسعى لها ونفسك تعملها كل يوم، وبتصحى من النوم ليك الهدف وليك اللمعه اللي في عينيك، دي اللي بتخليك جذاب جدا لاي حد، سواء ولاد او بنات. مش بنظره جنسيه. الاولاد، الناس بتحب تتكلم معاك يا لما بتكون انسان ذو قيمه، لما بتكون ليك حاجه. اكيد عدى عليك في المواصلات او اي حاجه حد شكله معضل كده، حد مثلا شعره حلو، حد شكله حلو وسيم، حد ملامحه حلو، فانت لا تلقائي منك نفسك تتصاحب عليه، فاهم؟ نفسك تعرفه، نفسك تصاحب الشخص ده سواء كلمته او ما كلمتوش. فحوار اللي انت تكون غني ماديا، سواء في اي ماديات دي، ان هو تكون شكلك حلو او في معاك فلوس بتعرف تتكلم كويس، الحاجات دي فبتكون جذاب جدا للستات والولاد. تمام، وهتنبسط من نفسك قوي. انا الحمد لله كنت وسيم من صغري الى حد ما، برغم ان انا كان عندي حب شباب وكده، بس انا عينيا ملونه زي ما انت شايف. فالحوار ايه، جذب شويه بنات لغايه ما اكتشفوا زي ما قلت لك ان هو طري، فالحوار بعدهم عن تاني. فانت بس مدمن الاحساس اللي بيجي لك وانت معاه. تتخلص من الادمان ده ازاي بقى؟ يعني خلاص عرفت ان انت مدمن ولازم تعترف بكده. لازم يكون عندك حياه، معلش ملهاش حل تاني. لازم بجد يكون عندك هدف سامي بتصحى له كل يوم، والحاجه اللي انت مركز عليها اللي بالتالي هتخلي الناس مركزه عليك عشان شافاك مركز على حاجه. فاهم؟ بقيت صياد، بقيت مركز على فريسه معينه، ودي حاجه جذابه جدا. دي حاجه تشعل الرغبه في اي حد ان هو نفسه يكون معاك. النقطه التانيه اللي عايز اتكلم فيها، ان عذابك بيبتدي اول ما تحبها اكتر من نفسك، اول ما تبديها على نفسك. افتكر في حد كان قال لي حاجه، هو الحمد لله ما تعرضش لكده بنفسه، بس هو كان شغال في محل، وكان بيجي له شخص وخطيبته، اول شخص مبهدل جدا، هدومه يا دوب مكفياه، وكان بيجي بيلاقي لها احلى حاجه في المحل، يعني الحاجات بتبقى غاليه على حد تعبير الشخص اللي حكى لي يعني. وكان مهمل في نفسه جدا، تليفونه شاشته مكسوره مستخسر حتى يصلحها، وكان قاعد يجيب لها هدايا وحاجات لغايه ما كرفته وسابته عشان واحد تاني. اكتشف ان هو بيخونها لواحد تاني. تمام، لحد ما في مره نفس الشخص اللي كان معاه البنت ده جاله عشان يرجع حاجه كان شاريها بالقسط، حتى مش قادر يسدد ثمنها. فكان بعيط ودموع الحزن مش عينيه، وكان تعبان قوي نفسيا. فالراجل صاحب المحل ساله انت في ايه وكده، قال له سابتني. والواد متاثر قوي وحالته ساءت اسوأ. فاهم؟ ده شخصيه ضعيفه، ده مبدي البنت دي اللي معاه دي على نفسه. ده شايف لازم انت للاسف المجتمع غرس في دماغك ان لازم البنت اللي معاك تكون مبسوطه باي ثمن، وغير كده انت مش هتعرف تبسطها ومش هتكون راجل. دي كذبه، دي كذبه كبيره وانت صدقتها للاسف. تحب بنفسك ازاي؟ انا عارف ان انا بقول كلام ممكن تكون بتسمعه في الريلز كل يوم، و nobody believes when you lost again and again and again، بس لا بجد، اقسم بالله لو ما حبيتش نفسك اكتر من اي حد في الدنيا، عمر ما حد هيحبك، حتى امك وابوك. شوف بقى، لو انت بديت مامتك وباباك حتى عن قراراتك، انت هتبدا تهمش قراراتك، هتبدا تلاقي نفسك بتعذب في نفسك عشان انت ما بتحبهاش. فهتبدا لما تعمل حاجه غلطه او حاجه لازم تحاسب نفسك عليها بالطريقه الصحيه اللي هتخليك تقدمك لقدام، لا، هتقول لنفسك انت خاول، انت زي عملت كده، انت يا ابن الكلب، وتقعد تشتم في نفسك. انا كنت بعمل في كده على فكره في نفسي، مش كنت مدي لنفسي قيمه عشان اللي حواليا ما كانش بيدوني قيمه، مش كنت عارف يعني ايه بجد ان انا احب نفسي، مش كنت عارف يعني ايه بجد ان انا اقدر ان ده انا، ومحدش مهتم ليه ان ولقت بجد وسخ. محدش مهتم، محدش فارق له انا هيحصل لي ايه، محدش فارق له ايه اللي هيحصل يجرى لي، ومحدش فارق له انا اهتماماتي ايه وانا حاسس بايه. فميتين ام الناس كلها واحد واحد. افهم الكلمه دي،
محدش فارق له انت تولع بجاز، اهم حاجه الشخص التاني. تمام؟ ده في منظور الناس كلها، كل واحد هو شايف نفسه محور الكون، فليه انت ما تشوفش نفسك محور الكون؟ وعمرك ما هتوصل للنرجسيه بجد، عشان انت دلوقتي اصلك كويس، انت مهما رحت هترجع تاني للاصل ده. بس لازم تلبس الماسك اللي هو مفيش حد اهم مني وانا اهم واحد، ولازم تصدق في كده مع نفسك وتعمل الحاجات اللي هقول لك عليها اللي هخليك تؤمن بكده. الحاجات دي هتخليك تؤمن بجد ان مفيش حد اهم منك في الحياه، وده بالتالي هيخليك تسعى لأهدافك أكتر، عشان أنت أهدافك دي بتحققها لأهم شخص في حياتك اللي هو أنت، وهتحقق أهدافك دي فهيديك إحساس بالنشوة أكتر، وهتلاقي نفسك فخور بنفسك أكتر، وهتحب نفسك أكتر. تمام؟ فالحوار مجرد عرض وطلب، أنت اشتريت نفسك حرفيا. حتى في القرآن يشتري نفسه. هو الفيديو مش سكريبتد قوي، هو بس عبارة عن نقط أنا مفتكرها النقط الأهم والمحورية في حياة أي راجل. فأنت لو زهقت مني اطلع من الفيديو. انا الفيديو ده لحد عايز مساعده مش اكتر. انا في فيديو بحضر فيه عن الاكتئاب والوضع اللي انا وصلت له بسبب الاكتئاب، اللي بسبب البنت اللي سابتني دي، واللي هي سبحان الله هي اللي كانت السبب على فكره ان انا ابدا اعرف ايه اللي كرهها فيا، وده عرفني على تطوير الذات، واللي تطوير الذات هو اللي وصلني لهنا دلوقتي، وعمري ما كنت هوصل للمرحله دي لولاها. فانا بشكر ربنا ان هي وصلتني للمرحله دي، وانا وصلت للمرحله دي بدون عمد. انا ما كنتش عايز اطور في نفسي، لان انا كنت عايز اعرف هي مش بتحبني ليه عشان ارجع لها تاني، فاهم؟ فكنت اهطل قوي. بس دلوقتي انا عارف قيمتي، ودلوقتي بالنسبه لي ما تسواش 3 من 10، ما تسواش 3 جنيه حتى. وعلى فكره بتسال عليا بتشوفني من بعيد كده. انا عرفت بالصدفه مؤخرا الكلام ده، بتشوفني عامل ايه، بتشوف اخباري ايه، وبتتطقس من فتره لفتره عشان تبقى عارف يعني. والموضوع مش فارق. نرجع للنقط بتاعتنا. انت تعرف ان معدلات انتحار الرجاله اعلى بكتير جدا من معدلات انتحار البنات، بالرغم ان البنات هم المفروض حساسين اكتر. تمام؟ ليه؟ عشان البنات عندهم وقت ان هم يرغوا مع بعض. غريزه الانثى بتحثها ان هي تتكلم مع الناس اللي زيها وتقعد تفضفض لهم وتعيط وبتاع، فده بيشيل مشاعر كتير من عليها وبيشيل حمل كتير من عليها. فبتلاقي نفسها البنت ادخل بنت هتعدي الموضوع بعد اسبوع او شهر بالكتير. في بنات ما بتعديش، بس دول بيبقوا ارامل الالفه اللي هو الشخص كانت مهووسه بيه، وهو الواد فعلا كان جامد فهبلها، بتفكر في ليل نهار ومش قادره تعيش من غيره. تمام؟ بس دي نسبه ضئيله من البنات، عشان في نسبه ضئيله من الرجاله هي اللي بتعرف تعمل كده، فاهمني؟ بس للاسف اغلب الرجاله التانيين اللي هم اللي بينتحروا مش كده. اغلب الرجاله التانيين اللي بينتحروا حساسين لدرجه ان هم بينتحروا، فاهم؟ واحنا مش مسموح لك ولا المجتمع بيسمح لك ان انت تعيط ولا تعبر عن نفسك، وانا ما بسمحلكش ان انت تعيط ولا تعبر عن نفسك، عشان ده مش من شيم الرجال، مش مسموح لك تعمل كده فعلا. تمام؟ بس انت بتتعامل مع الموضوع ده بالطريقه الغلط، ودي حاجه في مصلحتك عل فكره. اللي انت مش مسموح لك تعمل كده، دي حاجه في مصلحتك. انت مش متخيل قد ايه بتبان ضعيف في نظر الكل، حتى ابوك وامك. يلا انت لو جيت عيطت لمامتك، ولو انتوا يعني مامتك متفتحه للموضوع وقلت لها كان في بنت وسابتني وكده، مش هتقول لك حاجه، ممكن تواسيك كمان وتطبطب عليك لو انت مامتك متفتحه يعني الحاجات دي، بس هتقول في نفسها ايه الخيبه دي، ايه الهطل اللي انا خلفته ده، ايه العبيط اللي انا ماسكاه في ايديا ده، فاهم ازاي؟ هقول لك برضه على حاجه تثبت النقطه دي. انا من بعد ما فقت لنفسي ومن بعد ما عرفت قيمتي، انا مامتي بقت عايزه تخدمني، بقت بتحب تعمل لي اكل، بتحب تروق لي اوضتي، مع ان انا ما كنتش بحب حد يعمل لي حاجه. تمام؟ من زاد علمه ومن زاد قوته زاد استغناءه عن الناس. ما عادش بيحب حد يعمل له حاجه، وفعلا انا ما بقتش بحب حد يعمل لي اي حاجه. بتحب فعلا تخدمني، بتحب فعلا تعمل لي حاجات، بتحب فعلا تطبخ لي، بتحب فعلا تروق لي، بتحبني فعلا ان انا بروفايدر مانح بدل البيت. تمام؟ عندي اخواتي الصغيرين بكرمهم في العيد وكده، بعيد على اخواتي وكده. فالحوار عارف يا اسطى، عارف انت اللي هو بحاول اخد دور بابايا كده. تمام؟ ربنا يطول في عمر بابايا، بس عارف انت اللي هو انا معايا دور كمان، احس ان في راجل في البيت. هم كلهم حاسين ان في راجل في البيت، حتى اخواتي يا اسطى اللي بقوا ياخدوا ارائي في حاجات وكده. ده فعلا معنى الرجوله. انا بدات ادوق الحاجات دي عشان انا بجد الحاجات دي زي اعراض سنويه بتجي لك لما تحس بقيمه نفسك. لما تحس بقيمه نفسك يا اسطى، انت عارف عامل زي ايه؟ انت دلوقتي اعتبر نفسك وراك ماتش بوكسنج، وفي خلال شهر تتمرن وبتاع، والحوار ده توقف عليه حياتك حرفيا. ده اهم حاجه في حياتك هتعملها. تمام؟ ماتش البوكسنج ده. فهتلاقي نفسك بتتمرن كل يوم وبتتدرب كل يوم، وهتتفرج بقى على يوتيوب اكتر طريقه اقدر احسن بيها بنيتي الجسديه، واقدر اركز ازاي، واغلب المنافس بتاعي ازاي، وتقعد تهيئ نفسك نفسيا، وتقعد تركز جدا في الحاجه اللي انت بتعملها دي. ففكرك ساعتها ان انت هيكون فارق لك كلام حد عليك، بنت مضايقاك وبتاع. لا يا صاحبي، انت مركز، كل جوارحك مركزه في الهدف ده. واكيد عدى عليك حاجه زي كده، لما انت حتى بتلاقي نفسك ريحه نشف كده ومركز في الحاجه دي، مبرق لها كده، ولقيت نفسك كل قلبك فيها، فاهم؟ فانت لازم تلاقي الحاجه دي.
عشان تحس بقيمه نفسك. وافتكر في فيلم كانت فيه واحده حبت واحد عربجي وهي بنت اكابر والحاجات من دي، فتوه وكده، وكان في مشكله في الشارع هو اللي حلها والناس بتنال عليه فتوه وبتاع، فده لمع الشراره في عينيها وبدات فعلا تبهر بيه مع انه واد عربجي زي ما قلت لك. فكان في مره بطلع لهم حاجه البيت، كان مع واحد تاني، قالت للتاني ده يمشي وخليك انت، وفي الاخر اتجوزوا بالحلال وظبطوا الدنيا خالص، والراجل ما يعرفش اي حاجه. ده بيولد حاجه في غريزه الانثى من جوه، نفخها من جوه، انت بتعرف تحميني، انت بتعرف تديني، انت بتعرف تعمل اللي انا محتاجاه مش اللي انا عايزاه. وده اللي بيخلي الانثى فعلا تغرم بالراجل اللي معاها. فانت مش كده، انت مش تعرف تبروفايد حاجه، انت مالكش لازم، معلش ما تزعلش مني، انا مش عايز اقطم رقبتك ومش عايز اقول لك انت فاشل وبتاع، بس انا عايز اسخنك لغايه ما تبقى تعرف تشكل انت نفسك بايديك وتبقى سيف بيقطع اي حاجه قدامه. عايز اسالك سؤال، انت حسيت بايه لما قلت لك انت مالكش قيمه؟ حسيت بايه لما قلت لك ان انت فاشل؟ هل بقى اتضايقت وايه الخرا اللي انت بتقوله ده وانت مش فاهم حاجه ودخلت تشتمني في الكومنتات، ولا صفنت شويه كده وقعدت تركز في الكلام وقعدت تراجع اللي انت بتعمله وقلت يمكن فعلا هو كلامه صح؟ لو انت اخترت الحاجه التانية، لو انت كنت فكرت في الحاجه التانية، تهانيه ليك، تحياتي الكبيره ليك، انت كده بجد انسان اوبن ان هو يتعلم، متاح ان هو يتعلم، في قابليه للتغيير. انت عمر ما يكون في شهر في حياتك لو انت بدات بجد تلتزم بتطوير الذات وكده، عمر ما هيكون في شهر في حياتك اسوأ من اللي قبله، كل شهر في حياتك هيبقى احلى من اللي قبله، كل يوم هتلاقي تطور عن اللي بعده، في حاجه وحشه هتتمحي وفي حاجه حلوه هتعملها. قناتي دي معموله ليك انت، مش معموله لحد تاني. الشخص اللي متربي تربيه نسوان واللي اتعود ان هو مش ينفع حد، اصل بص، لو انا بنت دلوقتي وهجي حد يقول لي يا تخينه ومش عارف ايه، انا هتضايق، وانت ازاي تقولي لي كده يا بنتي وانا هشتم فيها؟ مش مسموح لحد يقل من قيمه بنت، تمام؟ بس انت كراجل لو جيت قلت لك يالا انت تظهر كبرك كده ليه ومش عارف، لازم تتحرك. انت هتقعد تقول لي هتتشكل معايا بالكلام وهتحاول تتسخر مني في الكلام، بس انت عارف من جواك اللي انا عايز مصلحتك، بعيدا عن ان في شخص هيكون قصده الاهانه فعلا، بس انت بجد ما عادش هيأثر فيك. انت عارف اللي انت لو حد قال لك حاجه وحشه فدي حاجه ممكن تكون فيك وانت مستعد تصلحها، على عكس البنت فانت فيك بذره راجل، انت محتاج بس تظهرها وتشيل طبقات النسوان اللي اتحطت عليك للاسف دي من المجتمع واهلك. للاسف اهلك ربوك على ان انت تبقى مرأة، ربوك تربيه نسوان. نسبه الطلاقات اخر 100 سنه زادت بشكل مهول في مصر والوطن العربي. بقى العادي جدا اللي انت تلاقي بيت ما فيهوش اب وتلاقي العيال اللي في البيت ده ضايعين. فلو انت واحد من الناس اللي مش محظوظه دي، للاسف هتلاقي نفسك مفيش حد يربيك غير مامتك، ما عندكش قدوه، ما عندكش اب وما عندكش حد يشغل دور الاب. اثبت لك ده بمثال بسيط. تخيل دلوقتي اللي انت كنت عندك 10 سنين، قررت تتعلم اللي انت تركب عجل، ركبت عجله واول مره وقعت على وشك، لو باباك هيشيلك وانت بدمك هيحطك على العجله ويقول لك كمل. لو مامتك انت ازاي عورت نفسك ما تلعبش على العجله تاني، تاخدك تحطك في البيت، تمام؟ هي مامتك ما غلطتش، هي مامتك بتربيك على غريزتها، ولو باباك موجود هيربيك على غريزته. بس للاسف انت باباك ما كانش موجود، ولو باباك كان موجود بس شكلا فقط انت برضو حصلت لك نفس النتيجه، انت اللي كان فاضي يربيك مامتك. انا بابايا مش هقول لك مش راجل، انا بابايا عسل، بابايا فعلا قوي جدا في سجورته وفي رجولته وفي تحكمه في البيت، بس ما كانش متاح ليا، ما كانش متاح انه يربيني، ما كانش متاح انه يعلمني اقول ايه للناس وايه اللي معنى ايه ان حد يغلط فيا ومعنى ايه. ما كنتش عارف اللي هي الفراسه، ما كنتش عارف يعني ايه لو حد غلط فيا، ما كنتش عارف لو ايه يعني ايه هزار الرجاله، يعني ما كنتش عارف يعني ايه الكلام اللي انا افهم ما بين السطور والحاجات دي. كل ده كان غايب عني لان بابايا مش هقول لك ما عرفش يربيني، هو ما قدرش يربيني بحكم ضغط الشغل وكده، واغلبنا كده مش هينفع يكون مطحون طول النهار وهيجي يقعد معاك ويقول لك لا، لازم تكون للاسف لازم تكون اشتغلت من صغرك او طلعت في حاجه او خضت تجربه شرسه جدا في حياتك تعلمك يعني ايه رجوله وتعلمك يعني ايه طعم الحياه وتعلمك يعني ايه المر، عشان انت لو دقت المر هتعرف تعمل حلو. جرب كده تقطع شاي بسكر اسبوع وبعد كده ترجع تشرب شاي بسكر تاني، طعمه هيختلف 180 درجه، طعمه بقى احلى كتير عشان انت عرفت طعم المر. فمن اثار اللي انت تربيت تربيه نسوان حوار زي ما قلت لك مثال بسيط بس على الحاجات اللي بتحصل لك في حياتك اللي هو حوار العجله ده. وفي حاجات تانية ان هو في ساعات اهلك حتى لو باباك بيتضايق اللي انت بتنزل الجيم، يا ابني ما تضيعش وقتك، يا ابني ما تعملش كذا، يا ابني بطل لعب، يا ابني ما تنزلش الشارع لان انت ماشي معاه ده شمال. ماشي كلامهم اغلب الوقت ممكن يكون صح بس اغلب الوقت التاني مش صح. لازم تتعلم ولازم تشوف يعني ايه سجاير ولازم تعرف الحاجات دي، عشان انت لو شفتها بالصدفه من غير ما تعرف اضرارها هتدمنها، هتخش عليها زي ما انا دخلت على حوار البورد وغيري 90% من شباب مصر دخلوا على حوار البورد واهلهم بس مش راضيين يعرفوهم ان في حاجه خطر اسمها البورد وادمنوها. فلازم تعي بالشيء اللي فيه ضرر وتتجنبه، مش معرفكش ان في حاجه مضره اصلا وبعيدك عنها تماما لغايه ما انت تيجي تصطدم بيها وتلاقي نفسك تلاقيها حلوه من جوه، تلاقي نفسك غصت ضعف اعماقها.
نقطة كمان عايز اقولها لك، لازم تشيل تخيل ان انت لو بقيت غني ووسيم ومعاك فلوس البنات هتحبك لوحدك، انت كده بقيت الفا مزيف، بقيت راجل مزيف. لو جينا نفحر في شخصيتك وهتفحر في شخصيتك كده كده غصب عنك، تلاقيك فاضي من جوه. في لعيب اسمه كاكا كان وسيم ومعاه فلوس وغني وكل حاجة، بس صاحبته سابته عشان هو بس ممل. تعبيرها هي اللي قالت كده على فكرة، هو ممل، مش مبسوطة معاه، مش عاجبني. غني وسيم مشهور، فهي مش مقياس، فاهمني؟ صباحيا مبارك يا عروسة. هو ده التمن اللي اشتريتني بيه؟ التمن اللي هو ادفع فيك كنوز الدنيا كلها ما كفيكيش. ومين فينا اللي اشترى التاني؟ ده انت اللي بعتي واشتريتي فيا على كيفك. ده انا خدامك، ده انا عبد من عبيدك. ابوس التراب اللي اتغطى عليه برجلك الحلوه دي. ده حلو قوي، ده حلو 24 مرات. وقصص اللي انت كنت بتشوفها في الافلام اللي هي بتاعت الناس الاغنياء اللي متجوزه ومش عارف ايه، تلاقي مراتها بتخونها مع عيال شحاته، عشان هو فعلا الشحات ده قادر يغنيها عن جوزها، قادر يديها اللي جوزها ما بيعرفش يديهولها، قادر يسمعها الكلام اللي هي عايزه تسمعه في الوقت اللي هي عايزه تسمعه بالطريقه اللي هو عايز يقوله لها بيها. فاكر لما اتخانقت مع العيال اللي كانت بتعاكسني؟ ايوه. سألت عليك وعرفت ان انت ابن الفتاوى. وبعدين؟ بعدها بكام يوم قالوا لي مرات الفتاوى جت تخطبك لابنها. حصل. بقيت فرحتي وقلت ربنا استجاب لدعائي، جاب لي ابن الفتاوى لحد عندي. اخويا زين الرجاله. كنتش اعرف ان ليك اخ. يعني ايوه. لكن انا عمري ما فكرت اني اكون لاخوك. انما بقيتي مراته على الورق بس، عمري ما هكون لحد غيرك انت. انت مجنونه. الكلام اللي بتقوليه ده يطير بيه الرقاب. فهو مبسوط وبيعمل اللي هو عايزه من غير ما يفكر ومن غير ما يلقي لها بالا اصلا، هي مش فارقاله. وده اللي بيعجبها فيه، فاهم حاجه؟ ده برضه عشان هو حاسس بقيمه نفسه. انت مين يا بنت انت؟ واللي انت اتعودت عليه في الافلام واللي دماغك اتغسلت بيه، اللي انت لازم تقول لها كلام حلو ولازم تسمعها ولازم انت احلى واحده في الكون وانت ملكه وانت ده، للاسف ممكن يكون اصل اقول لك على حاجه، انت ممكن تنزل من وضع القوه، عارف عامله زي ميم ذا روك مع بيلعب مع بنته الصغيره دي، هحط لك الصوره دي لازم تشوفها والله. هي بتبقى كده، هي بتبقى كده، انت بتنزل لمستوى بتاخدها على قد عقلها مش اكتر. بس للاسف من كتر ما انت شفت ده افتكرت ان ده العادي، ما عرفتش اللي انت تبقى زاروك في نفسك في ذهنك انت، فاهم؟ فانت بقيت طري من كتر ما انت ما شفت ده، من كتر ما انت ما بتسمعش غير ان هو بيتقال لها كلام حلو بس وانت الملكه وانت الاعظم، مع ان هو لو راجل بجد مش هيكون بوسط الكلام ده عشان هي نفسها تسمعه، وده فعلا بيبقى نفسها تسمعه وبوطط العلاقه، بس هو مش بيكون عنيه من قلبه ومن جوه، مش بيكون كل كلمه بيقولها من قلبه. ودي حاجه حلوه، لازم مش هقولك تكذب، تسمعها الكلام اللي هي عايزه تسمعه في الوقت اللي انت شايف ان هي محتاجه تسمع الكلام ده، مش اكتر من كده. ما تديهاش اكتر من طاقتها وما تديهاش اكتر من حجمها، ولازم هي تتهزق معاك في العلاقه، ما تزعلش منها، هي لازم تحس بقيمتك، لازم تحس بقيمتك ولازم تدوق المر معاك، سواء صناعي او طبيعي. صناعي يعني ايه؟ تختلق انت، مش لازم تختلق اللي هو انا هخطط لك بقى وما ردش عليكي تبعتي لي مسج ما ردش من ساعه وساعتين وانا مش فاضي لك، لا مش كده. انت فعلا ما بتبقاش فاضي، وممكن تعرف تضحي بوقت من شغلك عشان ترد عليها، بس انت مش هتعمل كده عشان انت شغلك اهم، فاهم؟ فهي كده حاسس بقيمتك اكتر. قالت حاجه مش عجبتك، رحت حرفيا مبلكها يوم يومين 3 اسبوع، وهتجيلك وهتبوس رجلك ترجع لها، وين ما جاتش طز فيها وتصف اللي خلفوها، انت مش فارق لك اصلا، فاهم؟ وما تجيش تعمل كده مع بنت اصلا مش حباك وانت مش عاجبها، وهي اصلا ما هتصدق اللي انت مشيت. ده بركه يا جدع، ده انت كنت عارفها، فانت تبدا فريش خالص مع علاقه جديده مع حد. انا مش بقول لك تعمل علاقات، انا نفسي مش في علاقه، انا مش عايز اعمل كده، انا مش عايز اوصل لحاجه توصلني ان انا اذني. مش ينفع اكون معايا بنت بكلمها وبتقول لي كلام حلو وباخد حاجه مش من حقي عشان البنت دي مش من حقي، وانا عارف ان انا مش عايز التزم بعلاقه طويله المدى
مع بنت دلوقتي، فلو هلتزم في علاقه هلاقي بنتي كويسه والتزم معاها في علاقه كويسه. تمام، انا عايز ابني اسره مش عايز العب. فبس كده صديقي، تقدر تخش على الديسكورد وهتلاقي بيئه شبهك تيبيكال في الحاجات اللي انت نفسك تعملها. ولو انت بادئ من الصفر او من بعد الصفر هتلاقي رجاله زيك واحسن، تعرف تتعلم منهم وهتفيدهم في حاجات كتير بتبقى ناقصانا الناس اللي بتبدا في الاول. يعني هتخش تدي وتاخد، الموضوع هتكون ممتع قوي بالنسبه لك. خش شيك على القنوات، انا هحاول احط لك فيديو برضو وانت بتسمع اللي انا بقوله لك ده، هتلاقي حاجات حلوه هتعجبك. هتخش في تحديات، تخش في اللي انت عايز تقرا كتاب ممكن تتحدى حد تخلصه سوا في شهر، تعمل حاجات حلوه قوي، نشاطات كتيره جدا حلوه. وهحاول اخلي اغلبها مجاني عشان ادي اقصى استفاده للناس. بس انا عايز اصفي العدد جوه عشان انا بركز مع كل واحد بشخصه وبعرفهم، وبحاول انزل معاهم طلعات على الارض ونشوف بعض ونعرف بعض، عشان انا عايز الناس دي تكون صحابي. انت لو وصلت للنقطه دي، انا بحاول على قد ما اقدر كل فتره اذكر نقطه الديسكورد دي في الاخر، عشان بس اخلي الناس اللي سمعت الفيديو للاخر تعرف الكنز ده. متى ما شفت حوار الديسكورد ده في الاخر يبقى انت وصلت له في الاخر، فانت تستاهل الكنز ده، تستاهل الحته دي، عشان انا عارف انها قيمه جدا ومش اي حد يستاهلها. فانا هحاول اخلي اغلب القنوات اللي فيها او اغلب الحاجات اللي انت تقدر تطلع بيها في قيمه قويه فعلا من جوه، هحاول اخليها مجانيه على قد ما اقدر. بس هي حتى لو بقت بفلوس هتكون اشتراك رمزي امتناعي كده في الشهر، حاجات بسيطه، بحيث ان انت لو خبت مني، لو بدات تخستع وكده، هتلاقي نفسك الشهر اللي جاي مش عايز تدفع فتمشي. فاهم؟ فده حاجه في مصلحتي ومصلحه الكل اللي جوه يعني. للاسف كنت بدات حوار التطوير الذات بمكاوي، بس طول عمري كنت بكرهه وحاسه سمج قوي، حتى وانا كنت طفل ساذج شايفه رول موديل بالنسبه له، شايفه قدوه، بس كان انا برضو كان في حاجه جواه بتقول ايه العبط اللي انا بشوفه ده. بس للاسف الراجل يعني حته اللي هو كان بيقول لك انا عندي فلوس اكتر منك وحاجات اكتر منك ونسوان اكتر منك لازم تسمع لي، فدي كانت بتشدني كعيل هطل ساذج يعني زمان. فدلوقتي لا، ايه الهطل ده؟ بس كان بيقول حاجه حلوه صراحه، انت الاهم انت الاول. دي النصيحه اللي انت ممكن تطلع بيها من الفيديو ده، انت الاهم انت الاول.